السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يومكم ان شاء الله كده مليان بالتفاؤل والسعادة والامل. ايه رأيكم بقى في الطبق المعتبر اللي احنا عاملينه ده؟ شايفين جماله؟ النهاردة طبعا وصفتنا هنعمل مع بعض الكرنبيت. شايفين الطبق ده بربع كرنبيتاية بس، وطريقته سهلة وبسيطة جدا. يعني الطريقة دي لما تجربوها هتعتمدوها. يعني لو عندكم واحدة كرنبيت هتعملوا منهم 4 اطباق معتبرين كده زي اللي انتوا شايفينهم ده. احلى متابعين، متنسوش بقى يا حبايبي تدعمونا باللايك. شايفين اللي يشوفوا كده يفكروا بانيه، ممكن كده نسموه البانيه الكداب. شايفين؟ عايزه اقول لكم قرمش وطريقته جميله. طبعا حجمه زي ما انتوا عايزين ممكن تعملوه. يلا بينا كده على الوصفه. زي ما انتوا شايفين بقى كده عندي ايه طبق نعمل فيه الخلطه. هنستخدم بيضه واحده بس. طبعا اللي حابب يكتر او يزود كمية البيض زي ما انتوا عايزين. انا مستخدمة على الكمية اللي انا مستخدماها بيضة. نزلت كده بمعلقة ملح صغيرة، وعندي الفلفل الاسود طبعا نزلت كده برشة، وعندي كمان الكمون ننزل كده كمان برشة الكمون. ننزل بقى بالتوابل اللي احنا عايزينها، وعندي رشة كركم يصفر لنا كده اللون ويبقى جميل جدا. هنخلط بقى التوابل بالبيضة. نخلط كده، ونشوف بقى هنضيف ايه. عندنا بقى هنا طبعا الدقيق. هضيف كده الدقيق 3 معالق كده من الدقيق، 3 كبار. طبعا بيرجع للكمية اللي احنا عاملينها. ضفت 3 معالق من الدقيق طبعا عشان القرمشة او عشان ما يبقاش طري. فهنضيف كده معلقة كبيرة من النشا او معلقة ونص من النشا. رشة كربوناتو او رشة بيكنج باودر المتوفر ضيفيه. عندنا بقى كده ايه شوية مية. شايفين؟ مش هزود مية لحد كده ايه لما اوصل للسمك اللي انا عايزاه، مش عايزاه خفيف جامد. اهو بخلط عشان ما يبقاش فيه اي تكتلات. اهو شايفين سمكه عامل ازاي. طبعا لسه هنضيف الخضرة او الكزبرة او البقدونس، اي خضرة موجودة عندك ضيفيها. حتى خلينا كمان السمك الخلطة اللي احنا عاملينها بتاعه الكرنبيت. اهو بنقطع بقى ايه تقطيع كده صغير. لايك بقى حبايبي عشان الفيديو يترفع معانا، وربنا كده يوفقنا جميعا ان شاء الله. بغسل بقى ايديا كده ونقلب الايه الخلطة بالكزبرة او البقدونس اللي احنا ضفناه. شايفين؟ حاسين كده اللي هي تقلت معانا. هنضيف بقى. شايفين كمية الكرنبيطة اللي انا مستخدماها كمية صغيرة هتطلع لنا الطبق اللي انتوا شفتوه ده. هيرمي معانا كتير اهي، وكمان طعمه جميل. طبعا في اللي مش بيحب بتبقى متحمرة كده قطعة الكرنبيتاية او ظهر الكرنبيت كده من بره، بتبقى من جوه كده ايه بتبقى بيضة نية، مش بتبقى ايه. لكن الطريقة دي هتعجبكم جدا. ضفناه طبعا كده بنهرس بالمعلقة. عايز اقول لكم الكرنبيت كان مسلوق وكان في الفريزر. بنسويه شوية هنا طبعا. الزيت كده سخن عندي على النار. نعمله كده بقى ايه بالمعلقة، ننزل بالمعلقة كده
لو حابين تكبروا عن كده او تصغروا عن كده برضو زي ما انتوا عايزين، بالمعلقة كده وايه، ونحط كده في الزيت. غدوة جميلة اقتصادية. نعمل بقى جنبها نحمر بطاطس. انا هنا كنت بسلق بطاطس اهوت على النار. ممكن جنبها مسقعة زي برضو ما انتوا عايزين وزي ما بتحبوا. هنا بشوفها بس مسكت شوية ولا لأ، عشان اوسع مكان واضيف بقية الكمية معايا. الزيت طبعا سخن معايا، ننزل بيه الزيت كده سخن عشان ما يشربش الزيت معانا كتير وما يلزقش معانا في الطاسة. حط بقى مناديل عشان ايه، المناديل وقعت، عشان يشرب يصفي الزيت، المناديل تشرب الزيت معانا. نقلب كده نشوف ايه. لا هي بصوا لسه بيضة شوية، فهحمر عن كده. لسه ما اتحمرش، فهسيبه كده ايه لما يتحمر او يوصل للون اللي انا عايزاه. شايفين كده وصل اللون اللي انا عايزاه. اللي حابب يفتح اللون او يغمق اللون عن كده برضو يرجع لكم انتوا. هطلع بقى كده ايه اللي اتحمر معايا. طبعا في اللي لسه ما اتحمرش كده من تحت لما قلبته. اول واحده طلعت معايا اهي. لما يتاكل بقى كده وهو سخن بيبقى طعمه في منتهى الجمال وبيبقى حلو جدا. وطبعا بقية الكمية دول كانوا لسه من تحت كده ما اتحمروش، فهحط بقية الكمية اللي معايا او بقية الخلطة. اهم حاجة بس يا حبايبي واحنا بنسوي الكرنبيت واحنا بنسلقه نسويه شوية زيادة عن ايه، عن ما بنسويه، عشان كده يتهرس معايا. دولت خلاص خدوا اللون اللي انا عايزاه اطلعهم. بسم الله ما شاء الله. طلع كمية معايا حلوة. بس كده اخر واحدة معايا اهي. وبكده بقى يا حبايبي نكون خلصنا وصفتنا النهاردة. يا رب تكون عجبتكم. لايك بقى وشير للفيديو، يا ريت تشيروه، واللي عنده منتدى كده ايه نزله لنا. ومتنسونوش يا حبايبي تدعمونا باللايك، واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة.